اكتر تطبيق اتشتمت بسببه في الفيديو اللي فات. الالعاب في حد ذاتها هي ستريس تيست لاي نظام كمبيوتر، وانا هديها حقها في الشرح. يلا بينا. الالعاب هي الديبيت الاكبر في الصراع ما بين جيلين المعالجات، واطمن من اولها كده مش هقولك الارم افضل. اكيد لو انت الالعاب استخدام مهم بالنسبه لك فهيكون اختيارك الاول تجميعة العاب بكارت شاشه كده او جي بي يو بيفي وباور سبلاي محترم وبروسيسور يقدر يخدم عليهم. ولو انت مهتم بالالعاب الفيري هاي فيديليتي فبرضو موضوع البرفورمانس بالوات واستهلاك الطاقة مش هيكون حاجة يعني تملى دماغك قوي. أظن مفيش صراحة اهو أكتر من كده. خلينا بقى بعد الاعتراف الصريح ده ندردش شوية. في الألعاب أنا هتناول الموضوع من زاويتين، زاوية تقليدية وهي الكلام عن أداء الأبل سيليكون مقارنة بالإكس 86 مع كارت شاشة جديد، وزاوية تانية هتكلم فيها على شيء غير تقليدي وهو بروسيسور ARM مستخدم في الألعاب، ولكن ولا هو ابل سيليكون ولا هو سناب دراجون ولا هو نظام ويندوز ولا اساسا نظام ماك. وهنشوف بقى البروسيسور دوت قدر يعمل ايه في مجال الالعاب. خلونا نبدا الاول بالماك. الحقيقه المقارنه الصريحه لنفس اللعبه بنفس السيتنجز على انظمه كمبيوترز مختلفه هي بالظبط نفس فكرة البنش ماركس، واللي أنا مش بعتبرها منطق سليم حاليا زي زمان، وده لسببين. أول حاجة مش منطقية بالنسبة لنا إن معظم الألعاب أساسا كانت معمولة للإكس 86 ومعمول لها بورت أو متحولة، وبالتالي المقارنة الصريحة الأرب فيها هيتظلم. تاني حاجة زي ما قلت انك تعمل ريندرنج للنيتيف ريزوليوشن بجوده عاليه ده مجهود وطاقه على الفاضي، لان النيتيف ريزوليوشن مش شرط تديلك افضل مظهر في العرض، بل بالعكس في كتير من الاحيان الاب سكيلد ريزوليوشن مع خوارزميه انتي الياسنج محترمه زي الام اس اي اي ممكن تديلك صوره انقى من النيتيف ريزوليوشن من غير انتي الياسنج خالص. وفي الفيديو اللي على الشاشه الجماعه في شركه انفيديا عملوا المقارنه دي على جهاز بي سي جامد، ولقوا في الاخر اللي انا بقول لك عليه. مش في كل الحالات طبعا، ولكن من الاخر كده المجهود مش على قد المردود. الحته اللي انا لسه بقى شارحها دلوقتي دي هي نقطه فاصله في عالم صناعه الالعاب. زمان كانت المنافسه او السباق بين المطورين هو ازاي اكبس اكبر عدد من البيكسلز او يعني الريزوليوشن باعلى فريم ريت ممكن، وكان دايما العائق قدامهم قوه كروت الشاشه. ولكن بسبب حتة النيتيف ريزوليوشن اللي قلنا عليها دي ومع تقدم مصنعين كروت الشاشة، وانا هنا تحديدا بقصد انفيديا واي ام دي، المطورين ابتدوا يعتمدوا على تكنولوجيات اخرى يقدروا بيها يدولك ريزوليوشن عالي وفريم ريت عالي جدا. وبالفعل كل المطورين دلوقتي سابوهم من النيتيف ريزوليوشن وبقوا ماشيين في سكة اني اديلك اعلى جودة وخلاص، مالكش دعوة بقى خالص انا عملتها ازاي. يعني على سبيل المثال انت عايز تاخد دقة 4K على 60 اطار في الثانيه، خلاص هديهم لك، مالكش فيه بقى اذا كنت انا عملت ريندر لفريم فريم على 4K ولا عملت ريندر لفريم فريم عند 60 فريم بير سكند، واستغليت الهاردوير الجديد اللي في كروت الشاشه في اني اعمل لك للصوره دي اب سكيل لل 4K. زي برضو في نفس اللعبة مالكش دعوة كل 3D موديل على الشاشة معمول له ريندر بنفس الجودة ولا ال 3D موديلز البعيدة عن الكاميرا بيبقى معمول لها ريندرنج بجودة أقل وهتتحرك كمان بإطارات أقل. كل الأسئلة دي أنت بتاخد الجودة الكويسة بتاعتك، والإجابات بتاعت الأسئلة دي مش بتاعتك أنت خالص، مش شغلتك أنت خالص، مش حدتك أنت خالص، مش موضوعك أنت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص. فاللي عاوز اقوله ان المطورين متحدين مع مصنعين الهاردوير ابتدوا يروحوا للحلول الاذكى عشان يخلي اللعبه تحقق جوده صوره اعلى من قوه الهاردوير اللي معاك، او بمعنى اخر ممكن يطلع لك 4K على 60 اطار من جهاز ما يقدرش بس غير يطلع فول اتش دي على 60 اطار لو عمل ريندرنج فقط اعتمادا على سرعه كارت الشاشه. الكونسبت ده بصراحة صعب توقع جودة ايه ممكن تطلع من هاردوير عامل ازاي. ما بقاش خالص دلوقتي في توقع الجودة هتتحسن بنسبة قد ايه لو الهاردوير اتحسن بنسبة قد ايه. يعني مثلا زمان لو الهاردوير مثلا اتحسن او اتسرع بنسبة 50% كان ينفع نتوقع ان اللعبة ممكن تبقى اسرع
بنسبة في حدود 50%. انما دلوقتي بالتكنولوجيز الجديدة اللي بتطلع الموضوع ما بقاش كده. ممكن انزل لك كارت شاشة عادي وانزل لك واحد تاني بنفس السرعة بالظبط، نفس السبيد، او اللي هو يعني نظريا السرعة ما اتحسنتش، ولكن في AI upscaler مثلا زي ال DLSS، وده مزيج من الهاردوير والسوفت وير. السوفت وير فيه هو ال AI موديلز المستخدمة لرفع جودة الصورة، وبتشتغل على هاردوير مخصوص في كروت انفيديا، نواته هي specialized cores كده اسمها التنسور كورز، وده ممكن يحسن البرفورمانس كتير جدا عند نفس سرعة كارت الشاشة لو المطور استخدمها في ألعابه. بص من الاخر، السوفت وير اللي ممكن يطلع من الهاردوير وتطور الهاردوير نفسه ومورز لو كلهم اتضربوا في الخلاط في الفترة اللي فاتت. فبليز يا جماعة اتعاملوا مع الكمبيوتر بمبادئ جديدة نسبيا، وعشان كده بقول لك فكك من البنش ماركس. ندخل بقى في الجيمنج على الماك. اول حاجة لازم تعرفها ان الماك مش مشكلته انه ما بيشغلش العاب، مشكلته ان عدد الالعاب اللي عليه اقل، وده نتيجة مزيج من القوانين والرخامة والتسويق، وكمان لأسباب تاريخية خاصة بأبل وقلة قاعدة المستخدمين على البلاتفورم عامة. حاليا أبل بتحاول تشد المطورين ان هم يعملوا بورتس للألعاب بتاعتهم على أجهزة أبل بشكل نيتيف علشان يحسنوا استغلال الهاردوير بيرفورمانس، وفي نفس الوقت الشركات دي هتكسب سوق بكر، وكمان زباينه ناس معاها فلوس، فمبيعات اكتر وكراكات اقل. من اهم الالعاب التريبل اي اللي نزلت حديثا اساسنز كريد شادوز وسايبر بانك 2077. سايبر بانك دي بنش مارك لوحده لاي جهاز، وده لان اللعبه من نوع العالم المفتوح والجرافيكس فيها قويه جدا ومليئه بالانعكاسات والانفجارات وكمان بالشخصيات واللي بنسميها الام بي سيز. المطور للعبه شركه سي دي بروجكت ريد، من المطورين الديناميكيين جدا في تحويل العابهم من جهاز لجهاز، مش مجرد بيعمل بورت وخلاص للجيم انجن، وانما بيستغل نقطه قوه الجهاز وبيتجنب نقاط ضعفه، وده بيتضمن الترند الحديث اللي احنا لسه قايلينه. الترند بيقول بصرف النظر عن قوة الهاردوير في أي جهاز، المهم لما تلعب لعبة عليه تحكم بالأداء من غير بقى ما تقعد تحشر نفسك الأداء ده المطور عمله إزاي. هو ده الترند الحديث في الكمبيوتينج، وعشان كده أنا هشرح مثالين على الأرم يقدر يعمل إيه من خلال لعبة سايبر بانك 2077. نبدأ زي ما اوريدي بدأنا بالفعل بأداء اللعبة على الماك باستخدام الأبل سيليكون. اللعبة تم إصدارها على أبل سيليكون بشكل نيتيف في تاريخ 17 يوليو 2025 من خلال المطور البولندي CDPR أو CD Projekt Red بعد 5 سنين من إصدارها على اللاست جين كونسولز، وأنا هنا بقصد PS4 والإكس بوكس 1. اللعبة بعد بداية بطيئة قدرت تبقى علم من أعلام جودة الألعاب المفتوحة بالمحتوى القصصي الطويل، ولكن كمان أصبحت علم من أعلام قياس أداء جودة تشغيل الألعاب بالنسبة للأجهزة، ده لأنها متوفرة على معظم أجهزة الألعاب والكمبيوتر، وكمان لأنها بتستخدم التكنولوجيات الحديثة في الألعاب زي ال DLSS وال FSR وكمان ال Path Tracing. وجود اللعبة على الماك والتكنولوجيا الجديدة في معالجات أبل سيليكون خلت الاختيار الأول لمستخدمين أبل عشان يشغلوا اللعبة عليه هو الماك بوك برو، وهو لابتوب عادي وخفيف، مش كمبيوتر كبير ولا جيمنج لابتوب وزنه تقيل ولازم تلعب بيه وانت جنب الشاحن. اللعبة بتفتح بسرعة وتقريبا فيها نفس الاوبشنز والسيتنجز كلها الموجودة على نسخة البي سي. الايمج ابسكيلينج في اللعبه متقدم عن طريق تكنولوجيتين، وممكن في السيتنجز تختار ما بينهم. واحده معموله بس بالسوفت وير وهي تكنولوجيا FSR واللي عملتها شركه AMD، والتانيه بتستخدم الهاردوير في الجي بي يو والمتصمم بالكامل من شركه ابل، والهاردوير فيتشر اللي في الجي بي يو دي اسمها الميتال افكس، وده زي ما قلت هاردوير تكنولوجي بديله للتكنولوجيا اللي انفيديا بتعملها في الكروت بتاعتها اللي اسمها ال DLSS. سريعا اللعبة بتشتغل على 1440p على 60 اطار في الثانية، والميتال افكس ابسكيلر من ابل نجح يقلل المجهود من كارت الشاشة في هذا الكمبيوتر المقل جدا في استهلاك الطاقة علشان تقدر اللعبة فعلا توصل للتارجت فريم ريت بتاعها، واللي وعدت بيه ووصلت له بشكل قريب جدا من تكنولوجيا انفيديا DLSS 4 والموجودة فقط على البي سي. يمكن بس كان يؤخذ عليها ان الصورة انعم سنة بسيطة بس.
الري تريسنج او للسهوله الانعكاسات كانت افضل بكتير على الكمبيوتر الكلاسيكي بكارت انفيديا، ده لاجل الامانه يعني، ولكن مش بشكل يقفل اللاعب من اللعبه. وكمان اجواء سايبر بانك الليليه المليئه بالانعكاسات ده بمثابه يعني تورتشر تيست لجهاز ما فيهوش ريكونستراكشن تكنولوجي لتنظيف انعكاسات الاشعه. وعلى العموم ابل اعلنت انها هتحل المشكله باصدار دينويزر للميتال افكس اب سكيلر في خلال 2025، يعني ممكن يكون بالفعل نزل وانت بتتفرج على الحلقه دي. الناس كمان اللي لعبت اللعبه دي على الماك بوك برو الحقيقه تغاضت عن كتير من العيوب اللي ظهرت، وده بسبب جوده الالوان ال HDR في شاشه الماك بوك برو، واللي قدرت ان هي تدي جوده في الالوان يمكن احسن من معظم الميد رينج تو هاي اند جيمنج لابتوبس. الماك بوك كمان بالشاشه الريتنا الاكس دي ار بتاعته قدر يمزج في الحاجات اللي ظاهره قدامك على الشاشه ما بين ال HDR وال SDR بشكل متجانس وجذاب جدا، وده اوبشنز اصلا لحد دلوقتي مش موجود على ويندوز في كل اجهزته. نظام الماك ما فيهوش VRR، ولكن الابل بروموشن والريفريش ريت العالي للشاشه نجح يخلي اللعبه ما يظهرش فيها اي سكرين تيرنج باستخدام بس الفي سينك ومن غير اي فريم ديلي. بالنسبه للي مش فاهم الحته دي ممكن يراجع الحلقه اللي عملناها عن الVRR. الماك بوك برو قدر يشغل سايبر بانك 2077 باعلى برايتنس في الشاشه، وهي بترن على الفول سبيكس او اعلى جوده لمده ساعة ونص، ونقدر نقول يعني بباور في حدود 80 واط. انت فاهم يعني ايه 80 واط؟ يعني انت الكمبيوتر اللي بتلعب عليه دلوقتي هيبقى اكيد معدي ال 400 واط، ولو انت جايب كمبيوتر يعني اللي هو مدلع نفسك انت بالميت بتتكلم في 1000 واط. وطبعا لو بتلعب على جيمنج لابتوب مش محتاج انا طبعا اقول لك ان الاكس 86 عمره ما هيوصل للماكسيمم بيرفورمانس على البطارية اصلا، فهو كده بيعجز تماما في الحتة دي عن منافسة الابل سيليكون اللي هي حتة الطاقة المستخدمة وتشغيل الاداء الاقصى على البطارية من اساسه. ودي مش حتة بس الماك يعني متقدم فيها، لا هو بيسحق البي سي تماما في انه بيشغل اللعبة بجودة مثلا 70 او 80% من البي سي ككواليتي صورة، يعني بكام في المية بقى من الطاقة؟ ب 80 واط، يعني من 800 مثلا يبقى 10% من استهلاك الطاقة. وكمان حتة بونص كده ممكن تلعبها فول سبيكس على البطارية، وانا بعتبر هنا ان هو بيسحقه برضو في حتة ان انت كده الكمبيوتر معاك، فانت ضامن انك ممكن توصل لاقصى اداء الكمبيوتر ممكن يعمله، بصرف النظر بقى الكمبيوتر شغال على البطارية ولا على الفيشه. يعني لو اتزنقت مثلا في ريندر بقى على برنامج مثلا فيديو او على برنامج 3D، حتى لو الاكس 86 اللابتوب اللي معاك اسرع الضعف من الماك، بس اتزنقت وهترندر على البطاريه، سرعه البي سي هتنزل للنص، وبالتالي الماك والبي سي هيخلصوا مع بعض. في النهايه المواجهه المباشره بين الماك والبي سي، الماك بوك برو واللي هو اللابتوب تقريبا شغل اللعبه على 1440 بي بفريم ريت مكافئ لكمبيوتر الديسكتوب مع جي فورس ار تي اكس 4060، وده على ديسكتوب مش لابتوب، وان كان في تفوق طفيف للديسكتوب دوت مع الار تي اكس 4060 خاصه مع مشاهد الانعكاسات. بس حتى بده الابل سيليكون يعتبر عامل طفره، وده بتاع الماك بوك برو. لسه في الابل ام 3 الترا على الماك ستوديو، وده مش هينتصر عليه غير الار تي اكس 5060 تي اي. اخر حاجه هي ان الابل سيليكون قدر يقدم تجربه جيده جدا للعبه تقيله، وخد بالك الالعاب عامه اتقل من البرامج، او على الاقل اصعب، نتيجه ان غير متوقع ايه اللي موجود قدامك على الشاشه. وده معناه انك لو قارنت الماك في برامج اصيله زي برامج الفيديوهات اللي اتكلمنا عليها من شويه، اكيد هيقدم كمان تجربه افضل وافضل. ويمكن نتيجه الظروف المعقده دي للالعاب هي اللي مخلياني اطول جدا في جزئيه الالعاب دي. التجربه الكامله على الماك بقى مش على الهاردوير بس. نجح الماك انه يقدم سايبر بانك في تجربه لعب على كمبيوتر بسهوله الجيمنج كونسول. اللعبه مظبوطه، وخاصه على الماك بوك برو بالشاشه الاكس دي ار المعمول لها كاليبريشن على الوان اللعبه، وكمان مفيش حراره ومراوح عنيفه ومفيش تعريفات وتحديثات. كل ده اتعمل بفضل ديزاين ذكي للهاردوير وذكاء من CDPR في انهم يعملوا اللعبه اوبتمايزد فتدي لك نفس جوده اللعب من غير ما تحتاج الرو باور اللي البي سي محتاجه. تعال بقى دلوقتي نشوف سايبر بانك 2077 على جهاز تاني بيستخدم بروسيسور ARM،
ولكن ولا هو ابل سيليكون ولا هو سناب دراجون، وانما ARM based custom SoC من الشركة العملاقة انفيديا، والموجود داخل جهاز النينتندو سويتش 2. السويتش 2 جهاز العاب محمول له هاردوير ببروسيسور مخصوص من انفيديا، ومعمول له سوفت وير مخصوص من نينتندو، ونازل ينافس تحديدا البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز، وهيحاربهم بهاردوير يمكن اضعف من الايفون، ولكن معمول له كاستمايزيشن بحيث يشغل الالعاب بشكل اذكى. فيلا نتكلم على سايبر بانك برضو في هذا الاطار ونشوف التجربه عامله ازاي. السويتش 2 زيه زي الابل هنقارنه بالاكس 86 الموجود في المنافس بتاعه، وهو الاكس بوكس سيريز اس والستيم ديك، واللي بدورهم عملوا اجهزه متخصصه للعب باستخدام بروسيسور عام معمول له كاستمايزيشن خفيف، وده عكس اللي احنا بنقوله النهارده. بس برضو ده مش عبط منهم قد ما هو اختيار، لان الاكس 86 قادر مع الهاردوير المناسب يشغل كل العاب الكمبيوتر، وبالتالي الجيمنج كاتالوج هيكون كبير جدا على الاكس بوكس وعلى الستيم ديك. الناحية التانية نينتندو عملت جهاز بهاردوير يمكن يشبه الموبايل ببروسيسور SoC ضعيف نسبيا بالمقارنة مع الاكس بوكس سيريز اس، وبرضو البروسيسور بيتميز ان هو لو باور، ولكن معمول له تصميم مخصوص يناسب احتياجات الجهاز دوت فقط، ومتشال من البروسيسور اي شيء خارج احتياجات الجيمنج تماما. طبعا عيبه لانه مش جنرال بروسيسور اكس 86، ان الالعاب لازم تتعمل له هو مخصوص، مش هينفع يستفيد من العاب كانت معموله للكمبيوتر من قبل كده. فاي لعبه هتستغل عليه من الارشيف القديم للالعاب لازم المطور يعمل لها تحويل. على سبيل المثال لا الحصر، من المميزات المتفردة جدا 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 للسويتش انه ARM بروسيسور، ولكن يعمل بكارت شاشة مدمج من انفيديا، وده مش موجود في ولا SoC على اي كمبيوتر حتى الان. صحيح يقال ان شركة انفيديا داخلة شراكة مع شركة ميديا تك لتصميم معالج ARM SoC يكون كارت الجي بي يو بتاعه من انفيديا، بس حتى الان يعني لسه ما شفناش. المهم يا سيدي، انفيديا مش بس حطت الجي بي يو بتاعها جوه المعالج بتاع السويتش، لا دول كمان بنوا جواه التنسور كورز، واللي بتخلي السويتش يقدر يعمل اب سكيل لريزوليوشن 1080p ويحولها لجوده 4K، وده من غير ما يحتاج سوفت وير يرن على السي بي يو والجي بي يو بتاع السويتش. كل الاب سكيلينج هيشتغل على الهاردوير ليفل بفضل التنسور كورز وخاصية ال DLSS محسن الدقة باستخدام التعلم الآلي، وده طبعا ذكاء لو الألعاب استخدمته هتوفر كتير جدا من المعالجة، وتقدر تقوم ألعاب بجودة 4K ببروسيسور أضعف نسبيا من اللي في الإكس بوكس سيريز بباور أقل بكتير. يعني بطارية تشتغل معاك وانت ماسك الجهاز في ايدك وتقعد معاك وقت أطول. نبدأ نشوف سايبر بانك عملت ايه على السويتش باختصار، واللي حولها المطور CDPR عشان تكون جاهزه للانطلاق مع اللونشنج تايتلز للسويتش 2 في وسط تاهب وترقب من النقاد والمستثمرين. كله عايز يعرف السويتش 2 يقدر يعمل ايه. اول حاجه نسخه اللعب على السويتش 2 هي النسخه الكامله بكل الاكسبانشنز، وللمطور ما نزلهاش على البي اس 4 واللاست جين كونسولز نتيجه ان الهاردوير غير مناسب، وده تفوق اولي للسويتش. زي ما قلنا اللعبه شالت كتير من الحسابات من على البروسيسور والجي بي يو بانها تستغل الهاردوير المخصوص على السويتش 2 لتطبيق تكنولوجيا انفيديا DLSS علشان تعمل اب سكيلينج للدقه باستخدام الهاردوير، وده بدل استخدام السوفت وير زي ما هو مستخدم في البي اس 5 والاكس بوكس سيريز. اللعبة كمان استغلت خاصية ال DRS أو تقنية تغيير الريزوليوشن خاصة وانت في الوضع المحمول علشان تديلك مزيد من السرعة، وفي نفس الوقت وانت ماسك الجهاز بتلعب على الشاشة الصغيرة الريزوليوشن الأقل دوت مش هيبقى ملحوظ، ولكن اللي هيبقى ملحوظ بالنسبة لك ان البطارية تشتغل معاك مدة أطول. وزي ما انت شايف كل دي قرارات ذكية. اللعبة كمان استغلت الرامات الكبيرة في السويتش 2 وحملت التكستشر والرسومات بنفس دقة البلاي ستيشن 5، وده أفضل بكتير من بلاي ستيشن 4 وحتى أفضل من منافسه الرئيسي الإكس بوكس سيريز اس، والذي يملك بروسيسور وكارت شاشة أقوى بكتير. أنت بتقارن 3.6 جيجا هرتز للإكس بوكس مقابل 1.7 جيجا هرتز للسويتش 2. اللعبة كمان على السويتش 2 كانت أوضح وهي شغالة على 1080p مقارنة بنفسها وهي شغالة على 1440p على الإكس بوكس سيريز اس.
ال DLSS فعلا طلع صورة حادة عن الاكس بوكس وحل مشكلة الاهتزاز في التفاصيل البعيدة، وكمان ادى انعكاسات افضل في بعض الاحيان، واللعبة قدرت توفر 30 فريم في الثانية بشكل ثابت نسبيا، وده شيء مثلا عجز عنه كل اجهزة الجيل السابق. لاجل الامانه، رغم ان السويتش 2 سحق البلاي ستيشن 4 تماما وتفوق على الاكس بوكس سيريز اس في بعض الحاجات، الا ان ضعف البروسيسور وكارت الشاشه خدمت الاكس بوكس سيريز اس في حاجات تانية، مثلا زي عدد اكتر للام بي سيز والعربيات، يعني مدينه ازحم، وكمان شكل الخيال على الاكس بوكس سيريز اس كان افضل بشكل ملاحظ. وميزه كمان في نسخه الاكس بوكس هي انه قادر يدي تجربه ثابته اكتر بصرف النظر عن المشهد تقيل ولا لا، لكن السويتش 2 في المشاهد التقيله كان بيمر احيانا بفريم ديبس. نهايه المقارنه، السويتش 2 بيقدم تجربه لعب سلسه وممتعه، وبيزود عنصر المرح بتمكينك انك تلعب وانت ماشي او في المواصلات، وده مستحيل على البي اس 5 والاكس بوكس سيريز. نتيجة التجربة المقدمة من سايبر بانك على السويتش 2 مختلفة تماما عن المقدمة من نفس اللعبة على الابل. زي ما شفنا في الجيم بورت ده، المطور استخدم قرارات وقدم تنازلات علشان اللعبة تطلع بلايبل ومبهرة جدا، ولم تنتقص من تجربة اللعب شيء. عملها بقى ازاي؟ ببساطة استغل نقاط القوة اللي في الهاردوير المخصوص للجهاز واختصر في نقاط الضعف. طيب، هل دي هي سايبر بانك اللي على الاكس بوكس سيريز اس؟ لا، دي نسخة معدة مخصوص للهاردوير بتاع السويتش 2. بس انا بقى اللي بسألك، هل هي نسخة اضعف من حيث الجودة؟ برضو لا، بالعكس، الجودة الناقصة دي انت عمرك ما هتلاحظها على الجهاز، لان اللعبة مظبوطة بالملي انك تلعبها على الجهاز دوت. بل بالعكس بقى، كمان انت هتلاحظ جودة او ايمج كواليتي اعلى على السويتش 2 تفوقت فيها اللعبة على نفسها في الاكس بوكس سيريز اس، وده لان السويتش 2 عنده حاجات مخصوصة مش موجودة في السيريز اس. وكمان قدر يتفوق على الستيم ديك في كل حاجه، من الجرافيكس للبطاريه، واللي قدر يديلك بيها بلاي تايم قد الستيم ديك، رغم ان الستيم ديك في ضعف حجم البطاريه. ويمكن الحاجه الوحيده اللي الستيم ديك تفوق فيها هي الشاشه الاوليد الاتش دي ار، ولكن انا متاكد ان نينتندو هتنزل اكيد سويتش 2 اوليد كمان كام سنه. تعرف بقى حضرتك تقول لي انت محتاج الرو باور بتاع قوه الهاردوير في ايه؟ بلاش السؤال ده. انا هسألك، انت تقدر تعمل نفس الاوبتمايزيشنز اللي اتعملت على اللعبة في نسخة السويتش 2 دي في الستيم ديك او في نسخة الاكس بوكس سيريز اس؟ زي انك مثلا تخلي نسخة الاكس بوكس سيريز يبقى ليها نفس حدة الصورة مثلا، او نسخة الستيم ديك تكون بهاي ريزوليوشن وتقدر تلعبها على البطارية بمدة اطول؟ ها ينفع؟ لا، مش هتعرف اصلا تعمل الاوبتمايزيشنز دي، لان في كاستمايزد هاردوير موديولز مش موجوده في الجنرال اكس 86 بروسيسور. فهل في اي مبرر انك انت اللي تقرر ان المقارنه هتكون على نسخه سايبر بانك بتاعت البي سي؟ اكيد لا. اللعبة على كل جهاز هي منتج مستقل بذاته، وعلشان كده السؤال ما بقاش بنش مارك. السؤال بقى، هل انت تقدر تلعب اللعبة دي على الجهاز ده وكمان تنبسط بيها اكتر؟ بس كده هنقفل مقارنة الألعاب بالسؤال دوت كأوبن اندنج. وأنا كده شرحت الترند الحديث في الكمبيوتنج من وجهة نظري في واحدة من أكتر الفقرات تعقيدا في الكتابة. أنا وأنا شغال حرفيا ما كنتش عارف وأنا بتناول الموضوع دوت يعني أكتب إيه وأدخله معانا في الفيديو وأسيب إيه وما أجيبش سيرته. فيا رب تكون الشرح المطول في الحتة دي عجبكم، ولو حصل اكتب لي تحت في الكومنتات واعمل سبسكرايب للقناة. وبس كده، اشوفكم قريبا، باي باي.